بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كما راكم تشوفوا الفيديو تاع اليوم جبت لكم فيه فكرة تاع التحلية. تجيب لا جينواز بلا ما نحتاجو بيض، بلا ما نحتاجو اي مكونات، اللي شوية تعبنا ونكونوا محتاجين هذه التحلية هذه. في وقت مثلا يجيونا ضياف، على غفلة ولا رايحين نحضروا لهم تحلية جميلة بدون جينواز. تابعوا معايا الفيديو باش نشوفوا مع بعض هذه الوصفة الرائعة ولا الاقتصادية، يعني نعتبرها اقتصادية لأنه ما فيهاش بزاف المكونات. أولا مش رايحين نديرو، رايحين نحضروا، نطلعوا كريم شانتيي، كمية من كريم شانتيي على حساب التزيين اللي راه في البال تاعكم. نخليوها تبرد ومن بعد راح نحضر الكريمة اللي راح نحشي بها هذه التحلية تاعي. هي أهم حاجة هذه الكريمة، فيها غير الكريمة اللي واعرة يعني، ولا تتطلب يعني مكونات إن صح التعبير. واش رايحين نديرو في الكريمة هذه؟ راح نجيبو لتر من الحليب، راح ندير له 4 ملاعق من السكر، 4 ملاعق من النشاء، و3 ملاعق من الكاكاو. راح نحركهم مليح كيما راكم تشوفوا معايا، نحركهم حتى يمتزجوا المكونات مع بعض. في الاول نحركهم نخلطهم بارد في بارد باش المايزينا ولا النشا هذاك تاعي يذوب مليح في الحليب. من بعد راح نحطهم على نار هادئه ونبقى نحرك فيهم حتى يمتزجوا المكونات. من بعد واش راح نجيب هذا الشوكولا هذه تاع الطلي. راح ندير 2 ملاعق. هذه الشوكولا هذه راح تعطيها واحد المذاق رائع، يعني هاد الشوكولا هذه راهي للمذاق، تقدروا تستغنوا عليها، ولكن الإضافة تاعها راح تمد واحد البنة هيضا، واحد لوغو للكريمة نتاعنا. مباشرة راح نخليها حتى تعقد وراح نحطها باش تبرد. من جهة واش راح نجيب هنا، أنا عندي نيسكافيه. أنا عندي هذه النوعية هذه تاع نيسكافيه بالرغوة. رايحة نخلطها في الماء ساخن، نذوبها مليح، اللي رايحة نغطس فيها البسكوي نتاعي. البسكوي تقدروا ديروا اي نوع من البسكوي اللي حابين ديروه ولا يعجبكم مثلا الذوق تاعو، ولا رايحين تغطسوه في النيسكافيه ورايحين تحطوا طبقة من هذا البسكوي في الأسفل. أنا استخدمت هذا البسكوي هذا نتاع الشوكولا معروف، الماكاو. نحب اللوغو تاعو لذلك استخدمته في التحلية هذه. راح نحط طبقة كما راكم تشوفوا، طبقة أولى، من بعد راح ندير طبقة ثانية هنا باش تجي الطبقة تاعي شوية باينة. بعد في التحلية ندير طبقة ثانية ونحاول أني نستف هذوك الحبات تاع البسكوي جيدا باش ما يبقاوش الفراغات بين الحبات كما راكم تشوفوا وتلاحظوا معايا. بعد ما نكمل طبقات التوعي تاع البسكوي، ما نغطسوهاش بزاف في النيسكافيه باش ما تذوبش حبة البسكوي، لازم تبقى شوية حاكمة روحها. من بعد ما بردت لي هذ الكريمة هذه اللي راكم تشوفوا فيها وعقدت مليح، جات بنينة هايلة. مدت لها هذيك الشوكولا تاع الطلي واحد لوغو هايل. هنا راح نحط طبقة مليحة من الكريمة هذه ونحاول اني نسوي السطح نتاعها مليح، لاني راح نزيد ندير طبقة اخرى. هنا الطبقة هذه تاع المنتصف ديروا 2 طبقة باش تجي باينة من بعد. هنا أنا كان عندي كمية من الكراميل اللي كنت خدمته، راه كاين الفيديو تاعو في القناة. يجي بزاف هايل ويجي كيما المشري تماما. رايحة نحط طبقة من الكراميل ورايحة نجيب طبقة أخرى من البسكوي، راح ندير 2 طبقات كما درت في المرة الأولى، ورايحة نحط كمية من الكريمة وفقط. ومن بعد راح نزيد نجيب الطبقة الثالثة نتاع البسكوي. هنا الطبقة الثالثة تاع البسكوي ما نديروهاش في النيسكافيه، لأنه راح نقلبوا عليها، لذلك ما نديروهاش في النيسكافيه باش ما تذوبش معنا. ومن بعد راح نجيب باش نقلبها، نحطها في الفريجيدير نصف ساعة ولا حتى تتماسك مليح. ونكون ديجا نسيت باش نقول لكم البلاطو نتاعي لازم نفرشوا له نديروا له بابي فيلم كما كنتوا تشوفوا معايا، بلاستيك هكذا، باش من بعد كي نقلبها ما تلصقليش في المول تاعي. نقلبها يعني بكل بساطة وبكل سهولة. الكريمة اللي تقعد لي راح نزيد لها شوكولا
قطع من الشوكولا، 100 غرام شوكولا ولا، ورايحة نديرها هكذا نغطي بها كامل هاذيك الطورطة نتاعي ولا الكعكة تاعي هذي. تجي بزاف هايلة وبزاف بنينة وبزاف اقتصادية. ننصحكم باش تجربوها لأنه فعلًا، فعلًا تستحق التجربة. هنا أنا التزيين نتاعي كان عبارة على كي شغل كوستيم هكذا. درناها لولد خويا في الحفل تاع المدرسة نتاعو. كان هو اللي قائم على التزيين تاعها إكسيتيرا، وأنا ما حبيتش يعني نبدل فيها حتى حاجة، خليتها هكذا التزيين تاعها البسيط هذا. فقط هنا كي نزينوها واش رايحة ندير لها، رايحة نبدا نسوي لها هذاك الحاشية نتاعها، يعني الحافة نتاعها هذيك نحاول إني نقص هذيك الزوائد هذيك باش تجي لا تارت نتاعي هذي ولا الكعكة تاعي هذي تجي باينة وتجي باهية وتجي نظيفة. من بعد كي نهزها من فوق لاكغي هذي نحطها مثلا في ال وين كيفاش راح نقدمها، يعني الصحن نتاع التقديم تاعي تجي مليحة وتجي نظيفة. هنا تقدروا ديروا مثلا ترابيو شوكولا فوق السطح هذاك، ديروا شوكولا مثلا بيضاء هي سوداء وديروا لها شوكولا البيضاء مثلا. تحبوا ديروا لها هذيك الحلوى هذيك تاع الالوان فوق السطح تاعها. يعني تزيين عنده افكار بزاف، كل واحد يبدع يعني في الافكار تاع تزيين نتاعو. هنا انا نسيت، ما باليش واش كنت رايحه نقول. فقط على في الحواف نتاعها راح نزيد ندير لها، كان عندي غوفريت مرحي راح نديرو في الحواف نتاعها باش يمد لها هكذا شارم ويمد لها كذلك ذوق، يعني الذوق تاع الغوفريت مع الشوكولا يجي بزاف بنين. وننصحكم باش يعني باش ديروا، ولا مثلا يكون عندكم كاوكاو ايفيلي ولا ليسونسيال حاجه هكذا نديروها مع الحواف نتاع الطورطه هذه نتاعنا. هنا حبيت نعطيكم كيفاش راهي من داخل لانه ما قسمتهاش في المنزل. بعثناها للمدرسة هكذا. من بعد ولينا زدنا درنا واحدة أخرى لأنه جات صراحة بنينة 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 ما شاء الله، هايلة وتستحق يعني باش نجربوها. لذلك هذه خدمناها لولد خويا داها للحفله نتاعو تاع المدرسه، وحنايا زدنا خدمنا واحده مباشره في نفس اليوم. درنا واحده اخرى للمنزل يعني للعائله، وخلاصت في دقيقتها يعني من شده الخفه نتاعها والبنه تاعها. يعني جات هايله وعجبتهم. وكذلك ننصحكم نتوما ثاني باش تجربوها، وان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. بقى لي في اخر الفيديو نقول لكم مع السلامه وفي وصفه اخرى ان شاء الله. يا رب سلام.